اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا شوفوا عملنا طاجن المكرونة في الفرن ازاي. بجد شايفين الجمال؟ تحفة. حاجة كده روعة. طريقته سهلة وبسيطة ومتاخدش منك وقت. حاجة كده أحلى وأنضف من الحاجة اللي بتشتريها من بره. شايفين الجمال؟ المكرونة مستوية واللحمة ولا الفراخ مستوية، بجد طعمها روعة. شايفين شكلها؟ ما شاء الله. أحلى طاجن تعمليه في البيت. معايا هنا حوالي نص كيلو من صدور الفراخ، او على حسب الكمية اللي موجودة عندك، ممكن تعملي بأقل من كده بكتير. قطعته شرايح كده زي ما انتوا شايفين، طبعا بعد ما غسلته ونقعته كويس قوي. معايا هنا حوالي نص كيلو مكرونة قلم. معايا بصلاية متقطعة جوانح، فلفل اخضر حامي وبارد. حطيت طاسة كده على النار، فيها هنا معلقة من السمنة. لو حابة تضيفي زبدة زيت الحاجة اللي انت بتحبيها اعملي بيها. هسيحها كده كويس. لازم تكون كده سخنة عشان لما ننزل بالفراخ ما تلزقش معانا. هقلبها كده لحد ما تسيح معايا. هنزل بكمية الفراخ زي ما انتوا شايفين. هقلبها كده لحد لما تاخد صدمة. طبعا وانت بتحطيها لازم تكون على نار عالية. بعد كده بتهدي النار. بقلب فيها كده زي ما انتوا شايفين. نزلت بالبصل، هديهم كده تشويحة مع بعض. لو حابة تكتري كمية البصل طبعا براحتك انتي، لكن الكمية دي مناسبة وحلو، هتديكي طعم حلو كمان في الأكل. بعد كده ما الفراخ والبصل خدوا كده تشويحة كده مع بعض. هنزل بالفلفل. طبعا ده فلفل حامي وبارد وفلفل أحمر وفصين كده من الثوم. هقلبهم كده كويس مع بعض. لو ما بتحبيش الفلفل برضو خطوة ممكن تستغنى عنها. معايا التوابل: بابريكا، ملح، 7 بهارات، فلفل اسود، كمون. طبعا ما تكتريش في التوابل لانها بتغير طعم الفراخ معاكي. هديهم كده تشويحة مع بعض وهنسيبهم على نار هادية يستوي. هنوطي النار كده ونسيبهم على نار هادية. معايا هنا حلة حطيت فيها معلقة من الزيت ومعلقتين كده من السمنة، او على حسب برضو ما انت عايزة تحطي زيت او سمنة. هديهم كده تشويحة. طبعا انا عايزة البصلات يا دوبها كده تدبل معايا، وهنزل بالطماطم. هنضيف التوابل: ملح، بابريكا، فلفل اسود، كمون، 7 توابل. ممكن لو حابة تحطي معلقة شطة او نص معلقة على حسب ما بتحبي يعني، لكن انا محطتش شطة لان انا حاطة فلفل حامي. هنسيبها كده تتسبك مع بعض. وهنزل بكوباية من المية او كوبايتين من المية على حسب كمية المكرونة اللي انتي عاملاها، عاملة كيلو عاملة اقل، على حسب الكمية اللي انتي عاملاها. هسيبها تغلي كده ونظبط الملح مع بعض. هنزل بالمكرونة. طبعا تغلي غلوة واحدة، غلوة واحدة وهنطفي عليها. هي كده غليت وطفيت عليها كده خلاص، خدت غلوة وطفيت عليها. معايا الطواجن دهنتها دهنة زيت خفيفة. طبعا بتدينها زيت لما تيجي تقلبي المكرونة ما تلزقش معاكي. ومعايا هنا حلة صغيرة لو فات اي حاجة من المكرونة، لان انا عندي 3 طواجن صغيرين. ممكن تستغنى عن الخطوة دي وتعملها في طاجن كبير او صينية بتدهنها من الزيت وبتضيفي الكمية كلها. يعني مش شرط يكون عندك طواجن، ممكن صينية تدي الغرض. نزلت هنا بحوالي 3 معالق او معلقتين كده من الفراخ، كده زي ما انتوا شايفين بوزع كده على الطواجن زي ما انت شايفة كده.
هنزل بالمكرونة. طبعا انا بحط المكرونة وبحط عليها مع كبشتين كده من الصلصة زي ما انتوا شايفين كده. ما بتاخدش معاكي وقت، 10 دقايق بتكوني مخلصة كل حاجة. كمان طاجن حلو كده بيدفي في الشتاء، طعمه بجد خطير. لو عجبك الفيديو بإذن الله ما تبخليش علينا باللايك والاشتراك. بنزل بالكمية كلها كده زي ما انتوا شايفين. هظبط الكمية كلها كده بالتساوي. طبعا انت ما بتمليش الطواجن للاخر، يعني بتسيبي فيها عشان بتغلي كمان معاكي في الفرن، ما تكبش الصلصة. غطيتها كويس كده زي ما انتوا شايفين، وهندخلها الفرن. ممكن تدخلها على الشبكة على الفرن من تحت براحتك انت، على حسب درجة حرارة الفرن بتاعك. طلعت الطاجن كده، بسم الله اللهم بارك. شايفين؟ وقلبته كده، بسم الله ما شاء الله، حاجة تحفة بجد روعة. شايفين الشكل والجمال؟ يتاكل بقى وهو سخن، بسم الله ما شاء الله، حاجة كده من الآخر. بصدر فرخة عندك ممكن تأكلي العيلة كلها، ما شاء الله. شايفين الجمال؟